هدول المجرمين إن كانوا عناصر وإن كان معلمون، هذا أبو عمشة. فعم يطلبوا خوة من أهل الضيعة، من كل بيت عم يطلبوا $1000. من كل بيت العمشات عم يطلبوا من كل بيت بهي القرية اللي هي اسمها إكياخور، أو بالكردي اسمها كاخرة. عم يطلبوا من البيت $1000، واللي ما بيدفع $1000 للعمشات عم يطلعوه من البيت، وبجيبوا ناس بيأجرون البيت، وأصحاب البيت عم يبركوا بخيمة جنب بيتهم. تخيلوا هالظلم، تخيلوا هالإجرام، إنك تطالع شخص من بيته، تطلع شخص من بيته وتأجر له بيته قدام عينه وتبركه بخيمة جنب البيت. تخيلوا هذا الكلام وين عم يصير؟ بكي آخر، ضيعة تابعة لمعبطلي جنب عفرين، بالكردي اسمها كاخرة. والفصيل اللي عم بيقوم بهذا العمل هو جماعة أبو عمشة، أبو عمشة وجماعته. يا أبو عمشة وجماعته، يعني أنتوا ما بتستحوا، نعرفه. أنتوا قليلين حياة وقليلين دين وقليلين وجدان، منعرفه. قليلين ضمير وما بتخافوا الله، ومنعرفه. بس تصل الحقارة فيكم لهالدرجة، هي جديدة. تصل الحقارة فيكم وقلة الرادع لأنكم تقلعوا الرجل من بيته، يا بدفع لكم $1000 يا بتقلعوه، وبتجيبوا عائلة غريبة بالآجار بتسكنوها، وهو الرجل بينحرق قلبه جنب بيته بيرك بخيمة. لا عملوها يهود، ولا عملوها مجرمين، ولا عملوها سفاحين الأرض، ولا عملوها، ما في حدا بالأرض عمل هذا الإجرام تبعكم. اللي عم تعملوه ما بتقبلوا لا بشرية ولا عين ولا أحد ولا صاحب ضمير. طبعا أنتم الضمير متخلي عنكم. يا عمشات، الخبر وصلنا ونحن هلا حاليا بأنقرة. هلا في قدامكم حلين: يا بتردوا المظالم، يا بتردوا المظالم لأهلهم وكل الناس بترجع لبيوتها وبتكفوا بلاكم عن العالم، يا اما بالصرماي وعفس على راسكم، وعفس على راسكم الكبير ابو عمشه الكبير، الحمار الكبير، عرفتوا؟ يا اما غصب عن اللي بريد واللي ما بريد، بدنا نشيلكم من هي المنطقه. بتريدوا بالدم، بتريدوا بالزلم، بتريدوا شو بتريدوا، نحن جاهزين. ولا تقولوا بتهديد من وراء الشاشات. انا ابو شهد،